كابتن علي السبعاوي، مدير قطاع الناشئين بنادي السليمانية. بنرحب بحضرتك وعايزين نعرف ايه هو السكاجوال الخاص بقطاع الناشئين بمشاركة أول مرة في مسابقات كرة القدم قطاع الجيزة. اهلا بيك يا محمد، ودايما كده محمد في ظهرنا ومساند لينا دايما كده يا محمد. انا طبعا السنه دي كان رؤيه القطاع، رؤيه اداره القطاع الناشئين او رؤيه اداره النادي السنه دي في قطاع الكوره، ان احنا نبدا السنه دي ما نبداش في القطاع كامل او نبدا فريق اول كمان. ان احنا السنه دي بس قررنا ان احنا نشارك باقل عدد ممكن من الفرق عشان نبان بشكل كويس، وان احنا نقدم خدمه كويسه للاولاد من خلال المدربين كويسين، من خلال ملاعب زي ما انت شايف كده، حاجه محترمه جدا من كامكانيات للنادي. احنا كمان رؤيتنا السنه دي ان احنا نخش في اي مسابقه، ان احنا ما نخشش ضيف شرف، احنا داخلين ننافس في اي مسابقه او اي مرحله سنيه هنخش فيها. ان شاء الله داخلين ننافس في منطقه، في مسابقات بتاع منطقه الجيزه ان شاء الله. ان شاء الله. طب بخصوص الجهاز الاداري اللي مع حضرتك، احنا عارفين ان في ناس كفء اشتغلوا في اكاديميات قبل كده وفي انديه كبيره، يا ريت تعرفنا على كل واحد فيهم والاعمار السنيه اللي هو بيدربها حاليا. عندنا طبعا في قطاع الناشئين عندنا داخلين باربع فرق بتمثل النادي السليمانيه السنه دي. عندنا فرقه 2003 ودي انا المدير الفني بتاعها، انا المدير الفني اللي ماسك فرقه 2003. عندنا كابتن مصطفى الفولي طبعا، راجل حد محترم جدا وشخصيه جميله، وكان راجل السي في بتاعه محترم جدا وقوي جدا. كان اشتغل في نادي الاهلي، واشتغل في اكاديميات ريال مدريد، واشتغل في انديه كبيره طبعا. عندنا طبعا الكابتن راضي سعيد، راجل من لعب في انديه كبيره، ولعب في بتروجيت، مسك انديه كبيره زي بتروجيت برضه، قطاع ناشئين في بتروجيت، ومسك انديه كبيره زي بتروجيت زي ما احنا قلنا، وبعض الانديه ثانيه في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. عندنا الكابتن طبعا كابتن عمرو ملكانه، ماسك فرقه 2010. وطبعا الكابتن عمرو ملكانه شخصيه جميله جدا، ولعب في انديه كبيره ودرب، وكان ماسك من اهم عناصر قطاع الناشئين في ايجلز، وكان شخصيه كان هو من احد الاعمده في نادي ايجلز، وحاليا هو برضو من مدرب في نادي الاهلي. عندنا طبعا الجهاز الاداري محمد خليل، راجل بيغطينا جدا في كل حاجه في حته السيستم وشغل الاداريات كلها، هو والكابتن مؤمن محمود. كابتن مؤمن محمود طبعا يعني الدينامو بتاعنا، راجل شغال معانا في الاداريات على اعلى مستوى بصراحه، هو ومحمد خليل طبعا. ومعانا الكابتن عمر مدرب عام فرقه 2010. ومعانا طبعا الكابتن محمد جلال، طبعا ما نسويش خالص لان الراجل شخصيه جميله جدا، وراجل مدرب الاجوان عندنا في القطاع، درب في نادي الزمالك ودرب في نادي جولدي ودرب في انديه كبيره طبعا. احب اشكره على المجهود اللي عامله. عندي كل الناس الموجوده في القطاع هنا ناس جميله جدا، وناس على اعلى مستوى من الكفاءه يعني. بتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. كل التوفيق يا كابتن، وان شاء الله يعني يكون نادي السليمانيه اولا شرف لحضرتك ان انت ماسك مدير القطاع، وان شاء الله يعني في تفوق مستمر ان شاء الله. واحنا بنقول كده، احنا كاداره الكره في النادي، احنا طبعا كانت بدايتنا في الموضوع من 3 أو 4 سنين. كنا اعتمدنا الملاعب بس، وبعد كده رخصنا النادي وزاره الشباب والرياضه، وبعد كده اشتركنا في المسابقات اتحاد الكوره. طبعا انا بحب اشكر طبعا سليمان بيه على الدعم والمسانده طول الوقت، مدام لميا رئيس مجلس الاداره، على الوقفه دايما في ظهرنا. طبعا الكابتن رامي مش عاوز اقول عليه يعني شهادتي فيه مجروحه قوي، لان الراجل موفر لنا كل سبل النجاح بصراحه. الراجل كان اقتنع بالفكره ترخيص النادي واشتراكه في مسابقات اتحاد الكوره، ووقف معانا، وطول الوقت اي عقبات بيشيلها من قدامنا، ودايما مساند لينا بصراحه. احب اشكره جدا طبعا. وان شاء الله زي ما هو السليمانيه يعني دايما هي من في مراكز متقدمه دايما في حته التنس، يعني من اكبر الانديه في التنس في مصر. نحاول ان شاء الله بدعم سليمان بيه ومدام لميا والكابتن رامي، طبعا دعم لقطاع الكوره عندنا هنا ان شاء الله نبقى على نفس المستوى، او نحاول نقرب من نفس المستوى بتاع قطاع التنس طبعا في النادي يعني. احب اشكرهم جدا، احب اشكر كل الناس اللي شغاله معانا هنا، وان شاء الله السنه دي تبقى بدايه خير علينا كلنا، ونعمل حاجه كويسه السنه دي في القطاع الكوره والنادي بشكل عام، والمنتجع وشركه السليمانيه بشكل
بشكل عام يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وكل التوفيق لحضرتك وكل التيم اللي مع حضرتك. شكرا جدا يا محمد، ودايما كده مساند لينا يا محمد. شكرا جدا يا حبيبي.